السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. متابعين قناة أسود الكرة المغربية، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. المغرب يواجه مدغشقر ثم النرويج. برنامج أسود الأطلس كامل قبل المونديال. منتخب المغربي أسود الأطلس يعودون إلى الرباط بدولة المغرب، وسوف يواجهون منتخب مدغشقر في بروفا الأخيرة قبل مونديال 2026. ستوجد المباراة يوم الثلاثاء 2 يونيو على الساعة 6 بتوقيت دولة المغرب. من بعد مباراة اللي جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب بروندي المغلقة، المدرب محمد وهبي كيختبر التشكيلة أمام مدغشقر بمواجهة للسرعة والانسجام قبل الذهاب إلى أمريكا. الملعب أمير مولاي عبد الله مباشرة على الرياضية. 20 مليون صوت مغربي في الرباط، وكنا وراء أسود الأطلس، وكنتمناو له حظ سعيد وموفق في هاتين المباراتين. وهذه هي آخر فرصة نشوفوا خوتي المنتخب المغربي قبل كأس العالم. الرحلة خوتي ما كتوقفش في الرباط فقط. المحطة الثالثة كيف ما قلت المغرب ضد منتخب المغرب أسود الأطلس ضد المنتخب النرويج، غادي يكون إن شاء الله بحول الله يوم الأحد 7 يونيو في هذا العام هذا اللي هو عام 2026. الساعة بالنسبة للساعة غادي تكون إن شاء الله مع 8 بتوقيت المغرب، 8 ديال العشية، وفي ريد بول أرينا بنيويورك. وهذا اختبار حقيقي قبل المواجهة مع البرازيل في المونديال. خوتي، شكون اللي كتوقعوا غادي يفوز في المباراة اللي غادي يخوضها منتخب أسود الأطلس ضد مدغشقر وفي المباراة مع النرويج؟ كتبوا لي في التعليقات ديالكم. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش يوصل لكم كل ما هو جديد، وفرجة ممتعة.